السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن حال. اكتبولي كده في الكومنتات وطمنينوا عليكم. النهارده هنعمل مع بعض النايتي اللي بيتباع في المحلات في البيت بنظافه وبمنتهى الجمال، ويطلع طعمه حلو قوي وهيعجب الاولاد عندكم. اول حاجه هنبتدي ان احنا نجيب بوله، ونبتدي ان احنا نحط في البوله بضايه. هنعمل النايتي النهارده بالميه وببضايه واحده بس، وهتعملي نايتي جميل في البيت. مادام حطينا بيض طبعا هنحط فانيليا، يبقى حطينا بضايه وحطينا عليها كيسين من الفانيليا، وحطينا عليها كوبايه الا ربع من السكر. وهبتدي بالمضرب اليدوي كده ان انا اخلط البيض مع الفانيليا مع السكر كويس جدا مع بعض، لحد ما يوصلوا معايا لقوام الفوم الابيض دوت. بعد كده هبتدي انزل بنص كوبايه ومعلقتين كبار من الزيت، يعني اقل من كوبايه الا ربع بشويه صغيرين. وابدا برضو ان انا اضرب كويس جدا بالمضرب، وممكن تستخدمي الخلاط. تمام. وبعد كده هبتدي برضو انزل بكوبايه الا ربع من الميه، وابتدي برضو ان انا ادوب المكونات كلها مع بعضها واضربها كويس جدا مع بعض. لازم نضرب كتير كده بالمضرب او بالخلاط لحد ما المكونات كلها تندمج مع بعض وتبقى كلها خليط واحد. وبعد كده احضر المكونات الجافه، كانت عباره عن كوبايتين من الدقيق، عليهم معلقه كبيره جدا من البيكنج باودر، وعليهم رشه من الملح. ابتدي انزل المكونات الجافه على المكونات السايله، وابتدي ان انا برضو اضربهم كويس جدا بالمضرب. وخليط الكيكه بيتقلب في اتجاه واحد. طبعا قبل ما تبتدي في عمايل الكيك دوت هنفتح الفرن وهنسخنه كويس جدا. تمام. هنا قعدت اضربهم لحد ما وصلت للقوام دوت. حضرت معايا بوله وحطيت فيها معلقه كبيره من الكاكاو، وهبتدي ان انا انزل عليها بشويه من خليط الكيكه اللي بالفانيليا اللي احنا عاملينه. وهبتدي ان انا برضو اقلب الكاكاو مع الفانيليا لحد ما اوصل لقوام اتقل شويه من قوام الكيكه اللي هي بالفانيليا. عايزه قوام اتقل شويه. وهنا حضرت الصاجة بتاعة الفرن وفرشت عليها ورقة زبدة، ودهنتها دهنة زيت. ولو ما عندكيش ورق زبدة ممكن تستخدمي ورق كراسة رسم ابيض عادي، مفيش اي مشكلة. وبندهنه بالزيت وبيقوم بمحل ورق الزبدة بالظبط. وابتديت ان انا انزل بقوام الكيكة الفانيليا في الصاج. واهم خطوة هنا اني اسوي الصاج كويس جدا. وهبتدي ان انا اخبط الصاج كده خبطتين على الرخام عشان اتاكد ان هو استوى كويس جدا. والخليط الشوكولات اللي احنا عملناه اللي هو اتقل من خليط الكيكه شويه حطيناه في كيس، وخرمنا الكيس كده خرم صغنن، وابتدينا ان احنا نعمل خطوط بالعرض زي ما انتم ما شايفين. ما تقلقوش من شكلها، دلوقتي شكلها هيتظبط خالص وهتبقى حلوه قوي. عملت معاكم اهو الخطوط اللي بالعرض، وهبتدي اجيب هنا الخله بتاعه الشيش طاووق، وهبتدي ان انا او خله سنان اي حاجه عندك رفيعه. وهبتدي ان انا اموج كده الخطوط بالطول رايح جاي. اعمل التمويجات دي عشان تديني الشكل الجميل اللي انتوا شايفينه قصادكم دوت. وبقرب بقى المسافات ما بين الخطوط عشان تبقى الشكل احلى. يعني انا كنت الاول عامله خطوط عريضه، حسيت ان لا، الخطوط الرفيعه هتدي شكل احلى معايا، وهتخلي شكل النايتي حلو كده معانا. فاكرين النايتي اللي كنا بنجيبه زمان؟ هو طلع بجد الطعم زيه بالظبط. هنا خلاص كنت دخلتها الفرن، طبعا فرن سابق التسخين على درجه حراره 180، بتقعد ربع ساعه عشان احنا هنا عايزين كيكه رفيعه مش عايزين كيكه عاليه. وهنا وكنت سبتها بردت كده يجي ربع ساعه كمان. بعد ما بردت خالص معايا ابتديت ان انا اشيلها من الصاجه، وهبتدي ان انا يعني بالخله كده او بالتقريب بحاول ان انا اقسمها نصين. نص معايا هيبقى القاعده اللي هتدهن، سواء بقى تدهنيها شوكولاته مربى فراوله. انا عملتها بمربى الفراوله. عايزه تعمليها بالشوكولاته او باي حشوه اللي انت عايزاه. عايزه تعمليها انها كان زي الجاتو يعني وتحشيها كريم جانتيه، مفيش اي مشكله. هنا كنت قلبتها وخدت نصها حطيت عليه مربى الفراوله. المقطع ده كان اتمسح من عندي. مربى الفراوله دي على فكره يا بنات انا عملتها مربى سريعه، قطعت يجي ربع كيلو فراوله، وحطيت عليه 4 معالق سكر، وحطيتهم على نار على نار يعني واطيه، وحطيت معاهم 4 معالق ميه، وسبتهم لحد ما تقلوا. بعد كده عصرت نقطه ليمونه. هنا اخدت نص الكيكايه اللي احنا قطعنا الكيكه نصين، اخدت النص حطيته على الكيكايه التانية، وابتديت ان انا بالسكينه كده بالتقريب اقطعها زي تقطيعه المولتو او تقطيعه الجاتو. انت عايزه تقيسيها بالمسطره وتظبطي المقاسات بالظبط مفيش مشكله، لكن انا عملتها كده بالتقريب. وهنا خلاص كنت قطعتها وبس كده. وهبتدي دلوقتي ان انا اطلع معاكم حته واوريها لكم.
بصوا ما شاء الله جميلة ازاي وحلوة وشبه بجد اللي كنا بنجيبها من السوبر ماركت المغلفة. ما كلفتناش اي حاجة خالص، كوبايتين دقيق وبضاية وحبة مية، يعني ما فيهاش اي تكلفة خالص، وعملنا كمية كبيرة. وعايزة اقول لكم في حتتين لسه في الصاج، يعني انا دول اللي انا طلعتهم، في لسه حتتين كمان في الصاج. فما شاء الله حلوة جدا ومن جوه، وبصوا طرية قوي هشة جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واشوفكم على خير ان شاء الله. السلام عليكم.